وطلعت على الطابق التاني، كل شي متل ما هو. بس فجأة حسيت بشي وراي، التفت بسرعة بس ما في حدا. راجعت التسجيل بعدين وبالثانية 13 طلع لي ظل عم يمر من آخر الممر، وأنا متأكد إني كنت لحالي. بعد يومين رحت على قرية تانية قريبة وقابلت شيخ كبير بالعمر. سألته عن البيت وجاوبني. الشيخ حسن كان إمام معروف، بس حياته انقلبت. بنته الوحيدة ماتت فجأة، وزوجته بعدها بشهرين بحادث رهيب. من وقتها حبس حاله بالبيت وما عاد حدا شافه. بعدين خفف صوته وهمس لي، في ناس بتقول إنه حاول يستدعي روح بنته، وإنه انفتح باب البيت، باب بين عالمنا وعالم تاني. الجيران أكدوا إنه بلشت تصير شغلات غريبة، صوت قرآن بيتلى بصوت صدى، شبابيك بتنفتح وبتتسكر لحالها، مي بتنقط من الحيطان رغم إنه البيت ناشف. وبليلة شتوية ولاد